السلام عليكم الاخوه، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ تحياتي لكم. اليوم نعاودو واحد القصه من ديك قصص العصابات اللي كنهضروا عليهم دائما، وهاد القصه نعاودوها على عيسى اللي كان اليد اليمنى دريكو دو تشيلي في امستردام، في السيسان في امستردام. ما نهضرش على هذا الجانب هذا ولا العلاقه اللي عنده مع ريكو دو تشيلي، ما عارفينها، تجاره الكوكايين. انا غنهضر على واحد الخطه للقتل هاد الشخص اللي مسمي عيسى. كاين 3 د القتلة مأجورين، واحد عنده 23 عام، واحد عنده 18، واحد عنده 17 عام. بحال اللي كنقول دايما انا، هاد القتلة المأجورين كيستقطبوهم تجار المخدرات، وبالخصوص كيجيبوا هاد الدراري صغارين 17 18 23 عام، كيلعبوا ليهم على العقل، كيعطيلهم شويه د الفلوس، كيشوفوا شويه د الفلوس كيدخلوا، وما عارفينش العواقب ديك الشيء. الا مشيتي للسجن على سلامتك، الا ساقولك الخبار العصابه ولا ديك الشخص اللي كتخطط له يقتلك، غيصيفط لك قتله غيجيو يقتلوك. عيسى معروف صنفاته في هولندا من اخطر المجرمين اللي كاينين في هولندا، واليد اليمنى دريكو دو تشيلي خصيصة في هولندا، في تجارة الكوكايين وفي الاختطافات وفي تصفية الحسابات ما بين العصابات. هاد 3 القتلة غتستقطبهم واحد العصابة اللي كانت كتفتش على ريكو دو تشيلي باش تقتلو. ريكو دو تشيلي في السجن، ولكن باقي الناس اللي تابعين لهاد الشخص اللي مسمي ريكو دو تشيلي خصهم يتصفاو. علاش؟ هاد الشخص هذا تا هو تآمر على بزاف د الناس، صفالهم في هاد الطريق د المخدرات. كاين واحد المتنافس دريكو دو تشيلي اللي كان عنده صراع معاه في هاد الطريق د المخدرات، ومعروف عيسى بأنه اليد اليمنى هاد الشخص اللي مسمي ريكو دو تشيلي، خصو يتصفى. غيستقطبو هاد 3 د القتلة. هاد 3 د القتلة عاطين ليهم 90 المليون باش يصفيو هاد الشخص اللي مسمي عيسى. وعيسى معروف في امستردام، كان كيجلس في واحد القهوة في نواحي امستردام. هاد 3 د القتلة قبل ما ينفذوا الجريمة ديالهم للقتل خصهم ضروري يعملوا واحد الدورة ديك القهوة اللي عندهم معلومات بأنه عيسى كيجلس فيها. يمشيو يجلسوا في ديك القهوة، يشربوا فيها القهوة، يديو العين ولا يعطيو العين ديك القهوة كيفاش غيخطو هاد محاولة القتل لهاد الشخص هذا. من هاد 3 د القتلة كان واحد من هاد القتلة كان تجار ولا كان ساكن حدا عيسى في نواحي امستردام، كيعرفوه مزيان التجار ديالو. ما عارفش بانه هو كيسمع عيسى كيجلس في القهوة، ما عارفوش بانه ديك التجار ديالو اللي غيستهدفو ولا اللي غيصفيوها له في ديك القهوة. مين مشى شافو عيسى كيجلس في ديك القهوة، رجعوا هاد 3 د القتلة باش الخطة الثانية غيمشيو ينفذوا الجريمة د القتل. ديك التجار ولا ديك الشخص من ديك القتلة خرج عيسى، التجار ديالو ساكن حدا وكيعرفو وكيهضر معاه. ديك الرجعة اللي رجعوا غيخطو واحد 3 أيام يرجعوا ينفذوا هاد الجريمة د القتل. واحد من هاد 3 د القتلة غيمشي عند عيسى مخبع بديك 2 القتلة اللي غيمشيو ينفذوا هاد الجريمة د القتل. مشى عند عيسى قال له عيسى راك مستهدف،
انا واحد من ديك الناس اللي ماجين نقتلوك، انا علمتك ديك القهوه ما تبقاش تجلس فيها. مع عصام معروف الطبقه دريكو دو تشيلي، انا ما نقول لكمش عصام اللي عطى هذا الامر باش يتقتلوا ديك جوج القتله، وديك جوج القتله غيموتوا باش تعرفوا على العالم ديال العصابات الاخوان كيفاش يعمل. هاد ثلاثه القتله هادو مشاو خطوا باش يقتلوا عصام، صدق واحد منهم كيعرف عصام، ملي مشى عند عصام علموه، مشى الامر لهاد القتيل اللي مشى عند عصام بان غيصفيها جوج القتله، صيدهم قتلهم، هما الا عطاو لكم 90 المليون حنا نعطي لكم 180 مليون. عصام ما بقاش كيما في هولندا، خرج لهولندا عارف بانه مستهدف، علاش الطبقه دريكو اللي هرب بقاو واحد المجموعه في هولندا، الا بقاو في هولندا غيتقتلوا، خصهم يخرجوا هولندا. عصام ملي مشالو هاد القتيل ما بقاش كيدور في هولندا، خرج هولندا، ما نعرف واش في المغرب ولا في دبي ولا في كولومبيا ولا في المكسيك. هاد ثلاثه القتله هادو مي غيرجعوه واحد 3 ايام 4 ايام باش يمشيو ينفذوا هاد الجريمه ديال القتل، ديك القاتل اللي مشى عند عصام مشاو في السياره عندهم مفرده عندهم مسائل ديالهم، خرجوهم في لوتورود شابرين الطريق امستردام ماشيين يسفيو عيسى، عارفينو بانه كيجلس هاد القهوه ضروري خصو يشرب قهوه في ديك القهوه، عارفينو الساعه فوقاش كيجي، عارفينو المسائل ديالو كلشي. يشبرو الطريق خرجوه لوتورود هو ديما مسترد. ديك القتيل اللي مشى عند عصام بقى لديك جوج قتله نزلو من السياره، هذاك العيل ولا ديك الدري اللي عنده 17 عام، ديك الدري اللي عنده 18 عام، بقى لهم نزلو من السياره. علاش هاد الدراري هادو صغارين ما كيعرفوش في هاد العالم ديال الاجرام، وما شافو فلوس، كتعطيلو فردي كتقول له مشي يقتل هذاك يمشي يقتلو، ولكن ما عارفينش قوالب ولا عارفين هاد الطريق هادي فيه بزاف د الحوايج يمكن غيغدرو بيك بحال اللي غدر بيهم هاد الشخص هذا. مين نزلو من السياره ديك القاتل الثالث اللي عنده 23 عام جبد فردي تيرا عليهم بجوج بيهم، واحد مات سون بلاص، واحد تجرح في الخطر، هو اللي صونا على الشرطه باش تجي تعتقو، ياخو كمل الطريق ديالو هرب مشى بحال. مشيت واحد مده طويله كيلقاو ديك السياره محروقه في واحد باركي في نواحي امستردام. هاد القاتل هذا ضربات شي ايامات غيتشبر، هو في السجن كيتوحكم على الجريمه القتل اللي قتل هاد جوج من الاصدقاء ديالو اللي كانوا مجموعه القتله مأجورين ماشيين ينفذوا جريمه القتل د عصام. واحد من هاد جوج القتله اللي عنده 18 عام توفى، اللي عنده 17 عام حد الان في كلينيكا في هولندا في الخطر ما بين الحياة والموت. باش تعرفوا على العالم ديال العصابات في كيوس وخي 6 سنة الحرب موكلهم بافي. وانا دايما كنهضر الاخوان على هاد النوع القتلة اللي صغارين السن ديالهم صغير 18 17 عام. علاش كيجيبوا هاد النوع القتلة هادو اللي مشاو نفذوا الجريمة ديال القتل ما يضربوش عليك 20 عام السجن، يضربوا عليك 3 سنين 5 سنين ما يفوتوهاش. خصيصا في هاد الاواخر هادو مطلوبين، والوالدين ديالهم
سايقين ليهم شي الخبر ما عارفين شني كاين، بلعين مع جماعة الفلوس ولا ما نعرف، ما عارفينش بأن هاد الطريق هادي فيها بزاف المشاكل. ها هو هذا الصديق ديالهم في الاخر خوا بيهم ما عقلش عليهم، مشى عند عصام شكم بيهم بانه فلان وفلان ويانا كنا ماجيين نقتلو. عصام ضربات في الراس كيعمل طونسيون راسو، مشى الامر ديك الشخص اللي مشى عند عصام قال له ديك الجوج قتلوهم، الا عطاو لكم 90 المليون حنا نعطي لكم 80 مليون، ديك جوج القتله حيدهم بالطريق. باش تعرفوا هاد الطريقه دي كيفاش عامله. نتمنوا الهدايه الجميع. قصة عصام انا مبغيتش نعاودها كامله، علاش عصام عندو صراع كبير خصيصا في طريق المكرومافيا، وصنفاتو هولندا من اخطر المجرمين، علاش كان مع اخطر عاوتاني رجل العصابه خصيصا في العالم مكرومافيا ريكو دوتشيل. راه كاين بزاف المغاربه ديالنا اللي مع هاد الشخص هذا اللي مسمي ريكو دوتشيل. النهاية دا جوج القتلة، واحد توفى، واحد في كلينيكا ما بين الحياة والموت، اللي عنده 23 ملف ديال الجريمة القتل هاد جوج القتلة هو في السجن. باش تعرفوا على هاد النهاية اللي كتكون لهاد النوع د الناس هادو. عصام هرب خوا هولندا، وخصيصا في هاد الأواخر الإخوان شكون اللي كيتقاتل في هولندا وبلجيكا؟ والله العظيم إلا تما كتبقى هي كتشوف هاد النوع د الناس هادو، هاديك الصغارين اللي داهم ملايير مشاو بحالهم، كيصوني عليه ولا كيسردلو غير ميساج يقولو مشي نفذ جريمة القتل، فلوس مشي عند فلان غتلقاهم عنده، هو متاكي في دبي ولا في كولومبيا ولا في مكسيك ولا في ماربي. انت يا تجيبها في راسك، هو راه خوا البلاد ناعس على الكاغيط. انت اللي كتبقى في المصائب في هولندا وبلجيكا، انت اللي كتبقى مرعوب بالمصطلح هذا، والله ما تقدر تمشي في الشارع. انا كنت كنتمشى مع واحد الشخص هذا تاجر كوكايين ما عندوش شي صراعات مع الناس، والله العظيم الا كنت كنمشي معاه بلجيكا مرعوب كيلعب شي حاجه كبيره. ولكن ملي قلت له فلان ياك لاباس في كل دقيقه كدور هيدا وهيدا، قال رانا في الطريق كحله، خايف على راسو. كاينين عصابات خصيصا اللي كيستهدفوا التجار المخدرات، يختطفوك واخا ما عندكش معاهم صراع، يطلبوا فيك فدية تجيب لهم ملاير، لا انت كيعرفوا بانك كيدخل اطنان كوكايين. عالم يا خرا الطريق هاد نوع القتلة الاخوان اللي كنهضر عليهم بحال 18 17 عام موجودين بزاف خصيصا بلجيكا وهولندا، هما اللي كيتحاربوا حدي الان ولا حاليا بلجيكا وهولندا. ملي كتسمع شي قنبله في شي دار شكون اللي كيعملها؟ كيمشيو هاد النوع د العوام صغارين ولا هاد الدراري صغارين 18 17 عام ما كيفوتوهاش، باش ملي كيحصل كيضرب عام عاموس كيخرج على بر. وخصيصا في هاد الاواخر عاوتاني كيجيبوا هاد النوع د العوام صغارين، شنو كيعملوا ليهم؟ في الاول ملي كنا في بلجيكا حنايا كندخلوا للمارسا قطاع الشباك، كاين العساس في الطوموبيل بجهه اخرى، كاين اللي اخر حنايا كندخلوا كنقطعوا الشباك ديالنا كنخرجوا السيكان كنمشيو بحالنا. دابا كيجيبوا كونتينيدور، كيجيبوا 3 4 5 دراري صغارين بحال هاد 17 عام 18 عام، ديك كونتينيدور كيعملوا فيه الماكله الشراب ديالهم، المهم اللي كيحتاجوا، كيضربوا سيمانه في مرسى كينعسوا ديك كونتينيدور ما كيعيق بهم حتى شي واحد. انت
حتى كيوصل ديك كونتينيدور من امريكا اللاتينيه كيتحط، كيقطعولو ديك ياخر د الباب، كيفتحو كيخرجو السكين كيمشيو بحالو. الدراري هادو مطلوبين ولا يني على اللي كيوقع ليهم. الا ساقوا الخبر لعصابات اخرين قرطاسها من عمي، ما تقولوش راه هادو صغارين 17 18 عام، راه هادو خطيرين. لو كان ماشي ديك القتيل اللي مشى علم عيسى، لو كان عيسى تقتل في وسط القهوة، عايز يقلو الخبر حتى شي واحد شكون اللي قتلو. واخا مثلا تشبروا هاد جوج القتالة ولا 3 القتالة 17 18 23 عام، شحال غيعطيو ليهم؟ هداك 23 عام هداك واخا هداك مصنف من جهة أخرى، ولكن 18 17 عام شحال غيدوز؟ والله ما يفوتو عليه 3 سنين. 3 سنين ضربوها تراكسيون والماكلة والراحة تما يخرج بحال التمساح عاود. بنادم يرد البال لولادو، لا عندو شي ولادو في اوروبا بحال هيدا، يرد لهم البال. هاهما سيدهم قال لهم يلا نعاودو نمشيو نفدو الجريمة القتل، قال لهم نزلو من السيارة قرطسوهم ومشى بحالو، خلاهم تما. ابكي عليه انت الا بغيتي تبكي. هادو مزيان يعملو ليهم هاد الخطة هادي تما، خرجوهم من لوتوروت وتير عليهم، نزلو من الطوموبيل وتير عليهم. كاينين شي طبقة غا كانو غيتهزو والله ما تشوفوهم، كيدفنو في الغابة بحال هادو، غيديه لوسط الغابة يقتلوه تما يدفنوه تما وفتش على فلان نتا. هاد العالم دموكرو مافيا كبيرة الإخوان، ما عمرو يتسالى. السيسان تسمى في هاد الحرب موكرو مافيا، علاش كاينين بزاف الناس الإخوان تختطفو ما كاينينش، ومعروفين الناس اللي اختطفوه والناس اللي تختطفو من عصابة أخرى كيبغيو ينتقمو بأي ثمن. كاين داخل الخدمة ماشية، فلوس موجودين، كيبقى ويداك. لو كان تقطعو كولومبيا غيوقف هاد الحرب هادا. نتوما عارفين واخا في المغرب في الصيفية ملي كيتلاقاو هنايا كيصفيو الحسابات هنايا عاود. نتوما عارفين ديك الجريمة اللي وقعت في الصيفية العام ياخر في الحسيمة، قتلوه في وسط البار، تلاقاو تما كيسالو فلوس، قتلوه تما مشى بحالو. تقتل هنايا في المغرب مشاولو للدار في هولندا قنابل ابن عمي عاوتاني، ما كاين غير القنابل. ديك الدار كل 3 أيام 4 أيام كتسمع فيها قنبلة. هادي غير الحسيمة، كاين بزاف د الحوايج اللي كيوقعو في المغرب. خي السيسان عندو علاقة في الحرب موكرو مافيا اللي قصة عصام هي هادي، قصة هاد 3 القتلة المأجورين هي هادي الإخوان، خوا بيهم الصديق ديالهم وغدرهم وهو اللي قتلهم. بحال دايما اللي كيقول لكم يا الإخوان مكاينش الثقة في الراس كاع، وراه غيزيدو عليك الفلوس ما يعقلش عليك. هو كان معاهم في الخطة د القتل د عصام، مشى شكم بيهم لعصام، عصام زاد فلوس، خلوهم ديك 2 القتلة حيدوهم من الطريق، حيدوهم حقا. هو في السجن. عاد تقول لي انت صاحبي ما تصاحبي، قال لي جي كدا هادي ماشي صح، هيدا نيشي السيسان في الطريق العصابات، في طريق العصابات الحوايج ديالك ما تثقش فيهم، عاد تثق انت في راسك. يقولك يلا هادي يلا هادي، ما كاين لا هادي ولا هادي. هنا هاد القصة خليوها هنايا الإخوان، نتمناو من بزاف الناس يفهمو شني باغي يقول لي أنا، باش هاد العالم د العصابات هذا السيسان موكرو مافيا ما تقدرش تهضر نيشان باش تجبد سميات، تجبد
تما بزاف د الحوايج ما تقدرش، كتجبد غير ديك السميات اللي معروفين محروقين. كاينين الناس اللي كنهضر عليهم بزاف في الفيديوهات ديالي ما كيبغيش نسميهم يعني، هم معروفين ولكن ما كيعرفوهم حتى شي واحد، معروفين في هاد الطريق المكرمه، ما معروفينش يتسمى عند بزاف الناس. باش تهضر ديريكت راه قاصحة شي حاجة. انا كنعطي شي حويجات باش بنادم يفهم بان الطريق هادي اللي كيوقع فيها، الا جيت نهضرو نيشان صدقو في المشاكل. متقدرش تهضر ديريكت كيفاش عملو، كيفاش جابو، كيفاش صيدو، شكون اللي خلص الفلوس قتل، كلو قتلو. ما تقدرش تهضر بهادشي، تهضر الليل فوق الفوق. ما الا ودي القاع راه عرفتي شنو عجبك. كاينين ناس في المغرب جالسين هنايا كيدومونديو على الجرائم القتل في اوروبا، ما تقدرش تهضر عليهم ومعروفين. السيد جالس في المغرب نتا كيجلس معاك في القهوة ما كتعرفوش، ولكن كيمشي من هنا من المغرب كيمشي لأمبرا باش يتقتل بنادم في هولندا، في بلجيكا، في ألمانيا. ماشي بزاف جوج الانجليزيين. مشى لأمبرا من طنجة، انا نقولها لكم ما يدانيش. جوج الانجليزيين عاودو الانجليز تختطفوا في اسبانيا. الامر مشى من هنا من باريس، صوناو عليهم باريس، قالهم 3 ملاير ما كاينينش، مشاو هادو. داكشي اللي وقع، ديك جوج الانجليزيين مشاو. نتمنى لهداية الجميع الاخوان. وهاد الطريقة هادي خطيرة، بنادم بلا ما يغروه هاد النوع د الفلوس هادو. هاد الفلوس هادو راه ما كيدوموش، واخا نتا كيبان لك السيد طالع، ولكن الا مشيتي جلست معاه برافو كيتيق حتى في شي واحد. الحوايج ديالو ما كيتيقش بهم، ديما كيمشي عندك هدا فوقاش ما وقفات شي سيارة حداك كيقول هما كيجيو يهزوني. إلا وقفاتلو شي سيارة غير حدا باب دارو كيطل بحال المرا، كيطل شكون هادو اللي جاو. نتوما كتعرفو تا نتوما ولا كتشوفو تا نتوما هاد النوع الناس اللي معروفين في هاد العالم د العصابات ولا التجار المخدرة. شتي نتا شي مرة جالس بوحدو، ولا شتي نتا شي مرة ماشي في السيارة بوحدو؟ مستحيل، ديما كتلقى معاه 4 5 6 الناس بالسيارة، واكلين شاربين كيتمشاو معاه. هو ما يقدرش يتمشى بوحدو، غيتمشى بوحدو راه غيتفافى. نخليو هاد القصة هنا الاخوان، نتمنى الهداية للجميع. تحياتي لكم وشكرا بزاف.